مساء الخير عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احلى متابعين في الدنيا. بشكر كل الناس اللي انضموا لنا جديد في القناه. ما تنسوش اللايك والشير، ولو لسه بتتفرجي القناه على اول مره انزلي اعملي اشتراك وفعلي زر الجرس. هنعمل النهارده خلطبيطه بالصلصه. انا معرفش اسم الاكله بتاعتنا ايه، بس انا سميتها كده. معايا نص كيلو من اللحمه المفرومه، معايا ملح وفلفل اسود وكمون وشطه وجوز الطيب وحبه توم باودر. معايا بصلتين مفرومين او مبشورين ومتشال منهم الميه يعني. ومعايا حبه جوز الطيب، ومعايا كمان حبه بقدونس كده صغننين. دي معلقه من السكر ومعلقه من البيكنج باودر وحبه ملح. بس كده. تمام كده تمام. انا هعمل كفته عاديه خالص. دي كده كفته عاديه خالص. مكونات الكفته بتاعتنا اللي احنا عارفينها. انا شلت الميه بتاعت البصلتين دول على جنب عشان نستخدمهم في بقيه الوصفه. تمام كده. حطيت كل المقادير والمكونات كده على بعض، وهبتدي بقى امسك اللحمه دي، اقعد ادعك فيها على قد ما اقدر لغايه لما يبان لها صحاب. هفضل افرم وافرم وافرم لغايه لما يطلع لها ايه؟ خيوط. لو انا هقلي او انا هحمر او انا هحط في الفرن على كده، ممكن نضيف لها حبة بقسماط، معلقتين من البقسماط المطحون. بس انا هحطها في قوطة او يعني زي صينية، فانا مش هزود لها بقسماط، انا عايزة طعمها يبقى باين كده. ابتديت اصبع، مش هعمل صوابع بقى، انا هعمل زي الايه، اقراص الطعمية كده. فاهمين ازاي؟ هكور كور متوسطة وهاجي اطبقها زي ما انتوا شايفينها كده. اهم حاجة ما تبقاش تخينة قوي وما تبقاش رفيعة قوي. انا بتكورها كور. طبعا انا حاولت اكتر من مرة ان انا اعمل اللفة دي بالجوانتي، وكان الجوانتي بيلزق، علشان كده كنت بديت معاكم. صبعت انا يعني بره الكاميرا، او يعني عملتها الكور دي بره الكاميرا، وكملت معاكم وحاولت اعملها بالاكياس. ما نفعتش. اللي انا طلعته دي بحته بصله ما كانتش مبشوره او مفرومه كويس، فايه طلعتها على جنب عشان ما تضايقش الاولاد في الاكل. تمام كده. هعمل كل الكميه اللي عندي بقى. كان ريحتها جدا 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 حلو. انا حطيت ملح وفلفل اسود وبابريكا وحبة سكر، حبة توم باودر، وكمان رشة جوز الطيب. وما تنسوش السكر، دي مهمة جدا في الكفتة، بتدي طعم حلو قوي. وطبعا حطيت حبة بيكنج باودر. بس كده. تمام كده. هبتدي اعمل نفس الحركة اللي انتوا شايفينها دي. اهي هي ولا صغيرة قوي ولا رفيعة قوي، متوسطة. هجيب طاسة بقى او صينية، سوري صينية فرن، هديها حبة زيت كده من تحت، وقطعت حلقات من الطماطم وحلقات من البصل، حلقات من البطاطس. هبتدي بقى ارصص الرصة بتاعتنا عشان تدينا الشكل الجميل اللي انتوا شفتوه في غلاف الفيديو ده. هعمل رق كده ورق كده ورق كده. هتخلي شكلها تحفة تحفة تحفة. يعني احنا متعودين ان صينية البطاطس تملي يا اما باللحمة يا اما بالفراخ. المرة دي هنعملها بالكفتة. هو ناس بتقول عليها صينية بطاطس بالكفتة، انا سميتها خلطبيطة بالصلصة. لو حد منكم يعرف الفيلم الكرتون الاطفال، آم، معرفش تعرفوه ولا لأ. كان في فيلم اطفال اسمه الفار الشيف. هو كان عامل الخلطبيطة بالصلصة دي. ف يعني معرفش اولادكم اكيد هيعرفوها. يعني هي كانت شكلها كده بالظبط، فاحنا سميناها كده. وبص ولادي لما شافوها قالوا ان هي اسمها كده، يعني انت عامله لنا خلطبيطه بالصلصه يا ماما، عشان كانت شكلها قريب جدا من الفيلم. تمام. انا كده بقى خلصت كل الرصه بتاعتي. بصوا بقى شكلها جميل قوي. هي اصلا يعني شكلها تتاكل كده حتى من غير ما تستوي. انا مسخنه النار طبعا على درجه حراره 200. شايف كريم البصل اللي احنا كنا واخدينها بتاعه الميه بتاعه البصله اللي احنا بشرناها، حطيتها على حبه طماطم وحبه زيت. دي طماطم يعني عادي مضروبه في الخلاط، مش متسبكه خالص. حطيت لها حبه ملح وهحط لها حبه فلفل اسود. وبس على كده. انا طبعا مسخنه الفرن. ممكن نحط كمان معلقه صلصه علشان نفتح اللون لو انت حابه، او لو القطه بتاعتك مش فاتحه كفايه. هبتدي انزل بقى عليها كلها كده، لان انا بحب الصلصه كتير في الصينيه، لان هي بتتشرب بقى بعد ما بتستوي، بتتشرب اكتر صلصه. فاحنا بنحب الحاجه تبقى جوسي، وعشان الاولاد بقى الرز وما تبقاش الحاجه ناشفه عليهم يعني، تبقى سهله وبسيطه البلع كده علشان ما تضايقهمش. هندخلها الفرن وبس كده هنكون خلصت. دي بقى حبيت اعرض معاكم. دي انا اشتريت الاربع اطباق دول ب10 جنيه، تخيلوا. انا بحطها للاولاد فيها رز وبقلبها. انا كنت لسه شاريها وبالكيس بتاعها، فقلت لما افرجكم عليها. الاربعه دول الاشكال المختلفه، دوريه وورده وقلب
وشكل تاني كده مش عارفة، يعني دورية برضو بس شكل مختلف. آه، تحفة تحفة تحفة. بصوا كبار قد ايه، عاملة زي البولة. ما بملاهاش لغاية الاخر، بملى نصها عشان تكفي الاولاد. بصوا كده، وبعد كده بقلبها. انا حبيت اشاركها معاكم عشان اوريها لكم يعني. بصوا الشكل، بص الشكل الطبق عامل ازاي، يفتح النفس صدقوني. إيه يعني من الحاجات اللي احنا لازم نفكر فيها علشان نخلي الاولاد إيه ياكلوا، او يعني تعجبهم الحاجة وياكلوا. فلازم نغير لهم كده، وطريقة التقديم تبقى مختلفة. انا حطيت لهم كده كل واحد طبق كده، وبعد كده هحط لهم حبة بقى من الخلطبيطة بالصلصة بتاعتنا. تعالوا نطلع الصينية ونشوف بقى اخبارها ايه. يلا. بصوا الجمال بذمتكم، مش استاهل شير؟ اشتهر شير ولايك كبير كمان وكومنت حلو منكم. يلا انزلوا اعملوا لايك واعملوا شير للقناة. وفعلوا زر الجرس واشتركوا فيها لو انتوا لسه ما اشتركتوش. يعني لو انت عماله بتتفرجي ده كله وما جوعتيش وما اشتركتيش، لا انزلي اشتركي في الزر الاحمر اللي على الجنب. هنبتدي نقدم بقى كده. بصوا انا بحب الصلصه بقى اللي تحت ديت، علشان بحطها على يعني هتشوفوا دلوقتي وانا بقدمها بحطها على الرز علشان تطري الرز للاولاد ويعرفوا ياكلوها بكل سهوله. تمام كده. وفي نفس الوقت انتوا لو سبتوها ثواني اصلا هتقوم هي متشربه القوطه بتاعتها دي، البطاطس كلها هتتشرب القوطه بتاعتها. اهو بص عماله اقول لكم هي كلها هتتشرب دلوقتي. الطبق ده ما ظبطش معايا، مش عارفه ليه في التقديم. بصوا بقى مستويه ازاي، حلوه. طعمها جميل. والكفته كمان كانت حلوه جدا. يلا بقى نشوف الايه، التقديم الاخير بتاعنا. بصوا بقى منظرها ازاي. اهو هنحط بقى في النص كده مكان الخرم اللي معمول في الطبق دوت، هنزود حبة الصلصة كده. عرفتوا بقى انا بخففها ليه مليانة صلصة او بزود لها طماطم؟ بس هو ده بقى ايه الاكلة بتاعتنا النهاردة. لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك والشير، وسيبي كومنت منك يا جميلة. اشوفك في فيديو جديد. باي باي.